ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ من الحاجات اللي العالم كله كان بيتساءل حواليها ازاي مسلسل ذا سيمبسونز بيتنبأ بالمستقبل. المسلسل تنبأ بفوز دونالد ترامب باللبس حتى اللي كانت لابساه كامالا هاريس وقت ما ترشحت للرئاسة بوباء كورونا، وحتى بحفلة لليدي جاجا ظهرت حرفيا في حلقة من الحلقات، فبلغ عدد نبوءاته على حسب كلام ذا هوليوود ريبورتر 34 نبوءة. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الظروف اللي ظهر فيها المسلسل وليه استمر لمدة 36 موسم فبقى أطول مسلسل كرتون في تاريخ التلفزيون، وليه اصطدم بالبيت الأبيض أكتر من مرة. مرحلة الثمانينات كانت حافلة بالأحداث العاصفة والمتناقضات. بدأ العقد بانتخاب رونالد ريغان اللي كان بينتمي لليمين المحافظ وكان مشهور بأنه الكاوبوي. والله يعني دي في لغتنا احنا يعني ابن البلد، الراجل المحافظ على الأخلاق والقيم الأمريكية العائلية النبيلة. بالاختصار الشديد المخل، يعني ريغان اتبع سياسات من شأنها المزيد من التسهيلات والتمكين لرجال الأعمال قناعة منه بأن هم لما يتظبطوا هيظبطوا بقية الطبقات، وكانت دي بداية لشرعنة الطمع، وظهر مبدأ مشهور جدا اسمه greed is good، الطمع حلو. فدي كانت بداية بناء الثروات الضخمة على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة اللي ما طلهمش من الحب أي جانب. ولما الثروات الضخمة بتظهر معاها الشرور كلها، فابتدت الأسر الأمريكية تعاني من اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، ألا وهو المورال بانيك، يعني الناس يبقى عندها إحساس عام بالرعب على أولادهم لأن القيم والأخلاق اللي هم اتربوا عليها بقت في مهب الريح. في الوقت ده انتشر عندهم الإيدز وابتدت تنتشر المخدرات بشكل كبير جدا، وبما إن أي مصيبة بتحصل في أمريكا بتسمع عندنا. لو تفتكروا أفلام الثمانينات كان كتير جدا منها بيتكلم عن فكرة الحرب على المخدرات. كمان انتشرت قنوات تلفزيون كتير جدا، أشهرهم وأخطرهم الMTV لأنها كانت أول قناة أغاني مصورة. فحس إن الشيطان شاطر، يعني أسهل طريقة أروج بيها الأغنية إيه؟ بالظبط كده، المسخرة. وظهر كمان نوع من المزيكا اللي هو الميتال، فالإباحية امتدت كمان للكلام. فأسر الطبقة المتوسطة المحافظة خاصة مع وجود رئيس كاوبوي بينتمي لليمين المحافظ ابتدت تستجيب للمورال بانيك ده بأشكال مختلفة. مثلا نظمت مجموعة من زوجات أعضاء الكونجرس بقيادة مرات النائب في الوقت ده آل جور حملة لمنع أغاني الميتال، وعملوا جلسة استماع رسمية في الكونجرس، ودي كانت أول مرة يبقى في تدخل سافر للمدام في العمل العام في السياسة الأمريكية بالشكل ده. يعني المنظر ده يليق على مرات نائب ديكيرنس مش في أمريكا. ولأن ما عندهمش مبدأ المنع، فأقصى إجراء اتاخد إنهم ألزموا صناع الأغاني دي إنهم يبيعوها مع علامة تخضع للإشراف العائلي، وده خلى العيال تتشعلق فيها أكتر وبقوا يطبعوا العلامة دي على هدومهم. وبدأ يبقى فيه اتجاه ان الفن والمسلسلات بالذات لازم تقوم بدور في الارتقاء بالذوق العام وتوعية الشباب. فاتجه عدد من المسلسلات للوعظ المباشر لدرجة ان نانسي ريغان ظهرت بنفسها وبصفتها كسيدة اولى في احدى المسلسلات لتوعية الاطفال من خطر المخدرات. قلنا بداية دخول المدام العمل العام. في وسط كل ده في نهاية الثمانينات ظهر مسلسل ذا سيمبسونز، واللي بدأ كفقرة في برنامج وبعدين بقى مسلسل مستقل سنة 90. على النقيض تماما ذا سيمبسونز قدم كل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في العيلة الأمريكية في عيلة واحدة. ميديوكرز، استهلاكيين، عصبيين، بياكلوا أكل غير صحي وكسالية، وده باين في كرش الأب اللي رغم محدودية موهبته كان بيشتغل في محطة نووية، الطفل اللمض اللي ما بيحترمش حد، البنت اللي هي الأقل تقديرا ما بينهم رغم انها الأكثر ذكاء. وده خلق الجدل حوالين المسلسل وخلق شعبيته في الوقت نفسه، واللي وصلته لغلاف مجلة التايم في نفس السنة، لأن الناس حبت انها تتفرج على حاجة أقرب للحقيقة حتى ولو كانت مزعجة، حتى ولو كان مبالغ فيها وقاتمة هربا من التلزيق وادعاء المثالية والمحاضرات. وفي نفس الوقت في ناس تانية خافت لحسن المسلسل يكون قدوة سيئة لأولادهم. فلما بعدها وصل الرئيس بوش الأب للحكم واللي كان برضه بينتمي لليمين المحافظ، مراته باربرا بوش صرحت ان ذا سيمبسونز ده اسخف شيء شفته في حياتي. فالمسلسل رد ان مارج سيمبسون اللي هي الزوجة بتكتب جواب لباربرا بوش بتقول لها انت ليه بتنتقدي اسرتي؟ مش بس يا مؤمن باربرا بوش كتبت جواب لأسرة المسلسل تعتذر لهم، لا ده الجواب ده اقل شهرة بكتير من جواب مارج سيمبسون اللي كتبوا المسلسل. يعني ناس كتير ما تعرفش ان جواب باربرا بوش ده اصلا موجود. الخناقة ما وقفتش لحد هنا، ده الرئيس
بوش صرح في احدى المؤتمرات ان احنا لازم نقوي العيلة الامريكية علشان ما تبقاش زي ذا سيمبسونز. فالمسلسل خصص لهم حلقة مخصوص اسمها تو باد نيبرز. تخيل انهم سابوا البيت الابيض وراحوا سكنوا جنبهم وان العيلتين بقوا بيتخانقوا مع بعض. طيب برضو المسلسل نبوءاته بتتحقق ازاي؟ ما انا جايالك اهو، اكيد مش هسيبك كده يعني. الجدل حوالين ذا سيمبسونز بيمثل الجدل اللي هيفضل موجود الى قيام الساعة حوالين دور الفن. هل الفن دوره تربوي ولا الفن شغلته ان هو يسلينا فقط، ولو ناقش قضية المفروض يقدم لك الصورة مهما كانت صادمة مش الصورة اللي انت نفسك تشوفها. في هذه الحالة المستقبل انتصر لذا سيمبسونز بمفارقة جامدة جدا، ان في الوقت اللي العالم كله بيتكلم عن بصيرة صناع المسلسل واللي خلتهم يتنبؤوا بحاجات حصلت في المستقبل، الطفل اللي ظهر مع نانسي ريجن في المسلسل هو ذات نفسه ادمن مخدرات بعد كده. دي زيها بالظبط زي ما الفنان هادي خفاجة واللي كان بينتمي لأكثر الأسر احتراما في تاريخ الدراما المصرية، أسرة ونيس، عمل مشاكل جامدة على التيك توك. وطبعا أنا مش بتهم محمد صبحي إن هو مسؤول، أبقى مجنونة لو قلت الكلام ده، بس دي مؤشرات قوية جدا اللي حصل في مصر واللي حصل في أمريكا، إن الأخلاق يا جماعة بتصنعها الظروف مش الخطب والمسلسلات والكلام اللطيف. وإن المفروض لما تبقى عندنا مشاكل كبيرة زي المخدرات أو أي انحراف سلوكي تاني، فاحنا المفروض ان احنا بندرس اسباب الظاهرة دي ليه الناس بتدمن مخدرات، وبعد كده بنجمع العقول وبنتخذ قرارات وبنبذل مجهود، مش مجرد ان احنا بنعمل مسلسلات وبنطلع مرات الرئيس فيها. هل معنى كده ان الفن مش مؤثر؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ بدليل ان لما مسلسل بيتسبب في حاجة كويسة او في قانون بيطلع ما اصحابه بيطلعوا بيتباهوا، ولكن دوره بيجي بعد اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية كتير جدا. ده الفن ذات نفسه افراز للظروف دي كلها. وإن المجتمعات الكسولة وقصيرة النظر هي اللي بتتشطر على الأفلام والمسلسلات وبتسيبها من الأسباب السابق ذكرها دي كلها لأنها معقدة ومشاكلها كتيرة وترنداتها قليلة. برضو النبوءات تحققت ازاي؟ الإجابة قالها مايك سكالي أحد صناع المسلسل، لأنه طبعا اتسأل السؤال ده كتير. قال لك ببساطة القراءة الجيدة للواقع سهل جدا إن هي تنبئك باللي هيحصل في المستقبل. وهنروح بعيد ليه؟ ما روايات ومسلسلات وأفلام مصرية كتير تنبأت بحاجات وحصلت فعلا في المستقبل. فعلى مستوى العالم الطاقة اللي بنوجهها للجدل حوالين المسلسلات لو كنا وجهناها لقراءة الواقع كان ممكن منعنا مصايب كتير. شكرا يا جماعة، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.